دلوقتي هعرض اللي جاوبه صح في الفيديو اللي فات. طبعا التلات دي بس اللي جاوبت صح، الباقيين ما جاوبوش صح، بس طبعا بحييهم على التعليقات الجميله، وانا كمان بحبكم كتير وبشكر اهل العراق والمغرب والامارات وسوريا ان هم اللي لاحظتهم يعني باللهجات بتاعتهم. شكرا قوي 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 على التعليقات وبحبكم كتير. يلا نبدا القصه. قبل ما نبدأ صلوا على النبي، واللي ناسي صلاة يقوم يصليها الأول، لأن اللي هيتحكي دلوقتي مش مجرد قصة، دي صدمة حقيقية. تخيلوا تصحوا في يوم تلاقوا حياتكم كلها اتدمرت بسبب أقرب الناس ليكم، تتظلموا وتطردوا ومحدش يصدقكم. دي مش مجرد قصة، دي حقيقة حصلت مع هبة اللي عاشت أسوأ أنواع القهر، لكن بدل ما تنهار قررت تعمل حاجة محدش كان يتوقعها. النهاردة هنحكي قصتها واللي هتخليكوا تعيدوا التفكير في حاجات كتير جدا. ما تفوتوش ولا ثانية من الفيديو. أنا اسمي هبة، عندي 26 سنة، اتجوزت من 5 سنين. كنت فاكرة إن الجواز راحة وسكن، حد يطبطب عليا ويكون سند في الدنيا، لكن للأسف لقيت نفسي في حرب مش فاهماها ومش فاهمة سببها، والعدو الوحيد فيها هي حماتي أم فتحي. يوم كاتب الكتاب كنت فرحانة قوي، قلبي بيرقص من فرحة، وأهلي كانوا فرحانين بيا، وفتحي كان شكله طاير من فرحة. لكن وأنا قاعدة جنب حماتي حسيت بنظرتها اللي مش عارفة أوصفها. كانت نظرة امتحان، وكأنها بتقيس كل حركة وكل كلمة بقولها. حتى اليوم على خير، لكني كنت حاسة إن في حاجة مش طبيعية. أول ما دخلت بيت جوزي اللي هو في الحقيقة بيت حماتي بدأت المشاكل. أنا كنت متعودة في بيتنا على الحرية، أعمل اللي أنا عاوزاه، أدخل المطبخ وقت ما أحب، أرتاح وقت ما أحب. لكن هنا الوضع كان مختلف. أول يوم دخلت أوضتي عشان أرتاح بعد الفرح زي أي عروسة في الدنيا، لقيتها دخلت ورايا وبتقولي: انت ناوية تنامي؟ يا ماما، اليوم كان طويل وتعبت، وأنا كنت طول اليوم واقفة على رجلي وبرضه ما نمتش. بس الستات الشاطرة ما بتنامش وتسيب جوزها لوحده. حسيت ان الكلام فيه نغمة تريقة، بس قلت يمكن بتتكلم عادي. قمت أخدت دش وخرجت، لقيتها قاعدة مع فتحي تتكلم معاه وكأنها بتحاول تلهيه عني، وكل شوية تقوله: حاسس بتعب يا حبيبي؟ طب تعالى أشوف لك مشروب يريحك. أول مرة حسيت إن وجودي مش مرغوب فيه، بس قلت مش مشكلة، كان بتحب ابنها قوي، ده طبيعي، ما هي أمه في الآخر. لكن مع الوقت عرفت إن اللي كان بيحصل ده مجرد البداية. من تاني يوم جواز بدأت أفهم إن حياتي مش هتكون سهلة، وإن العيشة مع حماتي حرب نفسية باردة. بس أنا وقتها كنت لسه مصدقة إن كل حاجة ممكن تتصلح بالصبر والحب. صحيت الصبح على صوتها بتزعق في المطبخ. قمت مفزوعة وخرجت أشوف في إيه، لقيتها واقفة وماسكة كوباية الشاي وبتقول بصوت عالي كأنها بتكلم الدنيا كلها: هو أنا اللي هفضل أخدم في البيت ده لوحدي؟ الستات تقوم تساعد، ولا العروسة كانت عشان تتدلع؟ حسيت ان الكلام مقصود ليا، وكنت عاوزة ارد واقول: يا ماما، انا لسه عروسة ولسه متعودة على بيت جديد. بس قلت هدي اتصرفي بعقل. دخلت المطبخ وقلت لها بابتسامة: لا طبعا يا ماما، انا هساعدك، قولي لي اعمل ايه. بصت ليا بنظرة استخفاف وقالت: انتي انتي اصلا تعرفي حاجة؟ شكلك متعودة على الدلع عند امك. بس هنا لا، البيت ليه نظامه، والست الشاطرة بتبان في بيت جوزها. دلعت الإهانة وقلت لنفسي: مش مشكلة، هي عاوزاني أثبت لها إني شاطرة؟ طب ماشي، هوريها. بدأت أشتغل معاها في المطبخ، بس كل حاجة كنت بعملها كانت بتتعامل برمق لاذع. لو قطعت البصل تبصلي وتقولي: ايه ده، هو ده تقطيع؟ ده البصل لسه عايشة. ولو حطيت الملح تقول: يا ساتر، هو احنا في ملحة؟ ده الأكل بقى زلط. واكتر حاجة كانت بتستفزني انها مهما كنت بحاول ارضيها كانت بتقول لفتحي حاجات تخليني قدامه مقصرة، زي مثلا: يا ابني، مراتك بتساعدني،
بس بصراحة لسه محتاجة تتعلم حاجات كتير. ربنا يصبرني. كان بيشتكي مني وانا قدامها واقفة مش عارفة اقول ايه. فتحي كان بيبصلي بحيرة، لا هو عارف يزعل مني ولا عارف يرد على امه. كنت مستنية منه يدافع عني، يقول كلمة تخفف عني، لكنه سكت، وسكوته كان بالنسبة لي أسوأ من كلامه. عدت الأيام وبدأت أفهم إن كل ما أحاول أكون كويسة، كل ما حماتي بتلاقيني نقطة ضعف لازم تستغلها. كنت بحاول أكون البنت الطيبة اللي تكسبها بالحسنى، لكن الظاهر إن الطريقة دي مش نافعة، وإني لازم ألاقي حل قبل ما أعصابي تنهار. الأيام كانت بتعدي، وكل يوم كنت بصحى وأنا نفسيتي تعبانة أكتر من اللي قبله. كنت بحاول أقنع نفسي إن حماتي تتغير مع الوقت، وإنها ممكن تحبني لو شافت مني الخير، لكن الظاهر إن المشكلة مش فيا، المشكلة إنها مش عاوزة تحبني أصلا. في اليوم اللي بعده، بعد ما فتحي نزل الشغل، لقيتها داخلة عليا الأوضة بوشه مكشر، وقعدت على الكرسي اللي جنب السرير، وقالت لي: انت مش ناوية تفوقي بقى ولا ايه؟ افوق من ايه يا ماما؟ من الدلع اللي انت فيه، من الدلع اللي انت فيه ده. فاكرة ان الجواز فسحة ولا ايه؟ الست الشاطرة تصحى من بدري، تعمل الفطار لجوزها، تشوف طلبات البيت، مش تصحى الساعة 9 كأنها هانم. حسيت بإهانة جامدة، بس قررت ما ادخلش معاها في مواجهة خالص. قلت لها بهدوء: بس يا ماما، فتحي نفسه قال لي انه مش بيحب يفطر بدري، وانا بصحى اعمل له الغدا اللي بيحبه. بصت لي بنظرة كلها تحدي وقالت: وانتي مصدقة كل اللي بيقوله؟ الرجالة تحب الست الشاطرة اللي تخاف على جوزها، مش اللي تاخد كلامه على عبطة. حسيت اني لو فضلت ارد هتقوم معركة، فقلت اسكت واسيبها تفضفض. لكن للأسف ما كانتش في فضفضة، كان في كلام بيتقال عشان يهد حيلي أكتر. بقت أخد بالي إنها بتقلب فتحة عليا بأسلوبها، كل شوية تقول له: مراتك مش بتعمل، مراتك مش بتخلي، مراتك مش بتتلي، مراتك تعباني، مراتك وجعت دماغي، مراتك مش عارفة تطبخ زي الناس. يا ابني خدها عند أمها تتعلم شوية. ما بقتش تهتم بيك زي الأول، الجواز خلاها تتغير. وبدأت أحس إن فتحي نفسه اتغير، بقى يشوفني بنظرة شك، كأنه بقى مقتنع إن في حاجة غلط فيا. بقيت أسمع منه جمل زي: ما تزعليش ماما، خليكي حنينة معاها، انت عارفة إنها ست كبيرة وتعبت في تربيتنا، حاولي زعلي منها، دي لمصلحتك برضو. وكل مرة كان بيقول فيها حاجة زي دي كنت بحس إن لوحدي في الحرب، وإن مفيش حد في صفي. وفي يوم حصلت كارثة اللي بيت حياتي كلها. كان اليوم ده ما كنتش هنساه، كان المفروض يبقى يوم عادي، لكن انتهى بمصيبة اللي بيت حياتي كلها. صحيت الصبح على صوت خناقة في الصالة، قلبي وقع في رجليا. خرجت بسرعة لقيت حماتي واقفة وبتزعق لفتحي، ووشها محمرة من الغضب. أنا خلاص زهقت يا ابني، البيت ده بقى فوضى وأنا ما عادش أتحمل. فتحي كان واقف حيران مش فاهم هي مالها، فسألها بهدوء: في ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ بصت لي بنظرة غضب وقالت: مراتك مراتك يا حبيبي كسرت الطبق اللي أبوك الله يرحمه كان بيحب ياكل فيه. أنا وقفت مصدومة مش مستوعبة هي بتتكلم عن إيه أصلا. بصيت ناحية المطبخ لقيت طبق مكسور فعلا، بس أنا ما كنتش حتى دخلت المطبخ من الصبح. بس أنا يا ماما، ما إيه، ما دخلتش المطبخ صح؟ يبقى مين اللي كسره؟ أنا. تتهمي فيا طبعا، كل مرة كده يا ابني، تتهم فيا يا ابني وانا غلبانة يا ابني، تضربني وتشتمني وتبهدل فيا يا ابني، امك مش حمل كده يا ابني. استغربت، دي قلبت كأنها ممثلة. كنت هفتح بقي وارد،
لكن فجأة لقيت فتحي بيبصلي بنظرة شك وغضب، وقال لي بصوت هادي بس في نبرة لوم: طب انتي ليه ما قلتيش انك كسرتيه؟ حتى لو غصب عنك، ليه تخبي؟ هنا الدم غلي في عروقي. ازاي بيصدقها من غير ما يسمعني؟ حاولت اتكلم لكن حماتي ما سابتنيش. قعدت تحكي سيناريو كامل عن ازاي دخلت المطبخ وانا متعصبه ورميت الطبق بايدي انا رميت الطبق بايدي. هو انا بمشي ولا نايمه ولا ايه؟ وفتحي صدق. ساعتها حسيت ان خلاص فاض بيا الكيل، مفيش فايده، مهما عملت هفضل المتهمه دايما. فدخلت الاوضه وقعدت على السرير ولا دموعي بتنزل غصب عني. كنت بحاول اكون قويه بس بصراحه حسيت اني وحده خالص، لوحدي في بيت كله عليا وكله شايف ان انا اللي غلطانه، انا اللي وحشه. هو حق الزوجه تبقى وحشه بعد ما نتعب في البيت وتكنس تطبخ وتمسح، والاخر امه تيجي هنا؟ هي مش مفكره نفسها او ما كانتش زيي بالظبط؟ وقت ما كانت برضو عندها حما كانت تقبل ان هي تعملها كده؟ ولا لو كان عندها بنت كانت تقبل ان بنتها تتعامل بالطريقه دي؟ انا بصراحه تعبت جدا. بعد شويه فتحي دخل ولقاني بعيط، قرب مني وقال: هبه، ما تكبريش الموضوع، هي ماما بس زعلانه شويه، انتي عارفه غلاوه الحاجات اللي ليها ذكريات عندها. بصيت له بعيون مليانه قهر وقلت: فتحي، انت مصدق فعلا اني كسرت الطبق؟ سكت ومعرفش يرد، وسكوته وجعني اكتر من اي كلام. هنا عرفت ان مشكلتي مش مع حماتي بس، مشكلتي مع جوزي اللي مش شايف الحقيقه، واللي دايما شايفني الغلطانه حتى لو ما عملتش حاجه. وهنا قررت حاجه مهمه جدا، قررت اني مسكتش، قررت اني اثبت نفسي حتى لو الدنيا كلها شايفاني غلطانه، حتى لو فتحي نفسه مش مصدقني. انا مش ضعيفه ومش هسمح لحد يكسرني حتى لو كانت حماتي. لكن برضو انا مش غبيه، عارفه ان اي مواجهه مباشره هتخلي الامور اسوأ، وفتحي مش هيساندني ضد امه. فالحل الوحيد اني اتعامل بذكاء. تاني يوم صحيت بدري قبل اي حد ودخلت المطبخ، جهزت الفطار ووضبت البيت، كل البيت، عشان ما يبقاش عندها فرصة تشتكي مني قدام فتحي. كنت عارفة انها مش هتبطل تستفزني عشان تموتني، عشان تفزني، عشان تضطرني ان انا اطلب الطلاق، بس مش هنفذها اللي هي عايزاه. وقررت اني ما اديهاش فرصة. ما كملتش نص ساعة ولقيتها داخلة المطبخ. وقفت وبصيت لها، فبصت حواليها كأنها بتدور على الغلطة لكن منقتش، فرفعت حاجبها وقالت: ايه النشاط ده؟ مش متعودة عليكي كده يعني؟ حد قالك اني براقبك ولا حاجة؟ ابتسمت وقلت: لا طبعا، بس حسيت اني مقصرة شوية وقلت اساعدك اكتر. بصت لي شوية وكأنها بتحاول تفهم انا بلعب لعبة ولا بجد، وبعدين قالت: طب طالما نشطة كده، شوفي الغسيل اللي في البلكونة، لميه وكويه، وبعدها انزلي السوق هاتي الطلبات. السوق؟ قلبي وقع في رجليا. انا عمري ما نزلت السوق لوحدي، مش متعودة على زحمة الستات ونداءات البائعين. لكن بصيت لها وقلت: ماشي يا ماما، اللي تأمري بيه. وقفت مصدومة من ردي كأنها مستنية إني أرفض عشان تزعقلي قدام فتحي. لكن لما وافقت لقيتها ساكتة ومش عارفة تقول ايه. خلصت اللي ضربته ورجعت من السوق تعبانة لكن راضية عن نفسي. على الأقل محدش يقدر يقولي محاضرة وإني مقصرة. لكن للأسف مهما عملت حماتي ما كانتش هتسيبني في حالي، كانت بتجهز لي أيام سودة وأنا ما كنتش عارفة اللي مستنيني. الأيام اللي بعدها كان زي اختبار، كل يوم بحاول أثبت نفسي، وكل يوم حماتي بتدور على أي غلطة عشان تفضل ماسكة على حاجة. كنت بحاول أكسبها بالمعاملة الطيبة لكن واضح إن مفيش فايدة. في يوم بعد ما خلصت كل الشغل اللي طلبته مني كنت أدخل على أوضتي أرتاح شوية، لقيتها دهت عليا بصوت عالي: هبة، انتي رايحة فين؟ كنت هدخل أريح شوية يا ماما، خلصت كل حاجة والله. أريح؟
هو أنا عندي شغال هنا ولا إيه؟ روحي شوفي الغسيل اللي في الحوض واغسليه بإيدك. مش كله يتعمل على الغسالة، مش كله يتحط فيها. في حاجات لازم تتغسل على الإيد. قلبي وقع، رجلي كانت بتوجعني من الوقفة، لكن ما كانش ينفع أرفض، لأني لو رفضت هتقوم بدورها وتعمل فيها الضحية قدام فتحي، وتقول له إنها شايلة كل شغل البيت لوحدها. دخلت الحمام، بدأت أغسل الغسيل على إيدي. كنت حاسة بوجع في ضهري، لكن حاولت ما بينش كسرتي وتعبي. بعد ساعة كنت خلاص مش قادرة أقف. طلعت لقيتها قاعدة في الصالة بتتفرج على التلفزيون. مجرد ما شافتني قالت: ايه، خلصتي؟ طيب هاتيلي كوباية شاي. كنت على وشك الانفجار، لكني غصبت نفسي على الابتسامة وقلت: حاضر يا ماما. دخلت المطبخ ودموعي كانت على وشك النزول. حسيت اني عاملة عندها مش مرات ابنها، ولا حتى واحدة ليها احترام في البيت ده. بس برغم كل ده كنت حاسة إن في حاجة غريبة. حماتي كانت متسلطة، لكن بقت بتضغط عليا زيادة عن اللزوم، كأنها تستفزني عشان أسيب البيت، أو كأنها بتجهز لحاجة أكبر. لكن وقتها ما كنتش أعرف إن التفكير ده كان صح، وإن المصيبة الحقيقية لسه قدام. اليوم اللي بعده كان من أسوأ الأيام اللي عدت عليا. صحيت بدري كعادتي، نزلت السوق، رجعت عملت الفطار، وبعدها بدأت تنظيف الشقة. كنت متعودة على التعب، بس المرة دي حماتي زودتها عليا بطريقة مستفزة. بعد ما خلصت غسيل المواعين نزلت عليا بصوت عالي كل الأوامر: هبة، خدي الهدوم اللي في الباسكت واغسليها على ايدك، مفيش حاجة تدخل غسالة النهاردة. بصيت لها باستغراب: احنا عندنا غسالة شغالة وزي الفل، ليه بقى لازم اغسل على ايدي؟ قلت لها بحذر: بس يا ماما، الغسالة أسرع وهتخلي الغسيل أنضف. رفعت حواجبها وقالت بجملة قطعت أي نقاش: انت جاية تعلميني ولا تزعلميني؟ اللي أقولك عليه تعمليه من غير كلام، وإلا. ما كانش عندي اختيار. دخلت الحمام وبدأت أغسل الهدوم واحدة واحدة، والصابون نشف ايدي وكتافي وجعوني من العصر. بس ما كنتش عاوزة اشتكي عشان ما يبقاش ليها أي حاجة. بعد ساعتين كنت مخلصة، طلعت على الصالة. كنت حرفيا مش قادرة أقف. قعدت على الكنبة عشان أرتاح 5 دقايق، 5 دقايق بس. لسه ما طلعتش نفسي سمعت صوت فتحي وهو داخل من الباب، وقبل ما الحق أقوم لقيت حماتي قامت بسرعة، جابت المكنسة ومسكتها وبدأت تكنس وهي بتضحك وتقول بصوت عالي: آه، يا ظهري، أنا تعبت، الشغل النهاردة قتلني. فتحي دخل وبص لها بقلق: مالك يا ماما، انتي كويسة؟ حطت ايديها على ظهرها كأنها بتموت، وقالت: أعمل ايه بس يا ابني، البيت كله على دماغي، محدش بيساعدني، طول اليوم طول اليوم واقفة على رجلي. أنا كنت قاعدة مش مستوعبة هو ايه اللي بيحصل. أنا اللي شايلة البيت من الصبح، وهي دلوقتي بتدعي إن اللي عمل كل حاجة هي. بصيت لفتحي مستنية يقول حاجة، مستنية يسمعني، لكنه بصير نظرة عتاب وقال لي: طب ما تساعدي ماما شوية يا هبة، حرام عليكي على فكرة، ما تسيبيش كل حاجة عليها. وانا حسيت ان الدم طلع لعيني. انا اللي مش بعمل حاجة، انا اللي متدلعة وقاعدة. بس للأسف الكلام مش هيفيد مع واحد عقله محكوم بأمه. فبلعت غضبي ودخلت الأوضة وأنا حاسة إن اللي جاي أسوأ بكتير. دخلت الأوضة وأنا حاسة بمرارة قلبي كان بيدق بسرعة من الغضب، بس ما كانش في أي حاجة، ما كانش في ايدي أي حاجة أعملها. فتحت الشباك عشان أخد نفس عميق، لكن بدل ما أهدى
لقيت نفسي بعيط من القهر. أنا بقيت خدامة في البيت ده، مش مرات ابنهم. بعد شوية فتحي دخل عليا، كان لسه متضايق وقعد جنبي على السرير وقال: هبة، ليه بتضايقي ماما كده؟ هي ست كبيرة على فكرة وتعبت كتير، المفروض تعتبرها زي مامتك حتى على الأقل، المفروض تساعديها، مش تسيبها تشقى لوحدها. حتى لو هتشيل طبق أو طبقين مش لازم تشيل البيت كله، اعملي حتى لو حاجة بسيطة، على الأقل اسمك بتساعديها، مش تقعدي طول النهار على الكنباية بتتفرجي على التلفزيون زي ما هي بتقول. حرام عليكي، اعتبرها زي أمك، ترضيها على أمك. بصيت له بصدمة، مش مصدقة، مش مصدقة إني مقتنعة بالكلام ده. يا نهار أبيض. وقلت له بصوت مهزوز من القهر: أنا اللي بعمل كل حاجة في البيت، وهي في الآخر تاخد الفضل كله قدامك؟ انت ما خدتش بالك اني بقالي من السحور كله واقفة على رجلي؟ حتى الغسيل غسلته على ايدي بدل ما احطه في الغسالة. هنا بدل ما يتعاطف معايا لقيته مكشر وبيقول: طيب ما انت عارفة انها مش بتحب الغسالة، ايه يعني لما تراضيها شوية؟ حسيت وقتها اني خلاص انا بتكلم مع حد مش شايف الحقيقة، حتى لو قدامه هو شايفني غلطانة مهما عملت، وأم مظلومة حتى لو بتدعي التعب. قمت من على السرير ومسحت دموعي بسرعة وقلت له: ماشي يا فتحي، أنا مش هقول حاجة تاني. خرجت من الأوضة ورجعت للمطبخ كمل الشغل. خلاص، مش فارقة معايا، بس جوايا حاجة بتقولي إن اللي بيحصل ده مش هيقف هنا. حماتي بتحضر لحاجة أكبر وأنا مش عارفة إيه اللي مستنيني. وفعلا اللي بعدها حصل كان أبشع بكتير مما كنت متخيلة. كانت بتجهز لمكيدة عمري ما كنت أتخيلها. الليلة دي ما نمتش، فضلت أفكر في اللي بيحصل، كل اللي بيحصل لي في البيت ده، وفي فتحي اللي عمره ما دافع عني ولا حس باللي بشوفه. كل مرة كنت بقول هصبر واتحمل، لكن خلاص حسيت إن روحي بتطلع. الصبح لما فتحي كان بيشرب الشاي قبل ما ينزل شغله، وقفت قدامه وقلت له بحزم: أنا مش قادرة أكمل كده، أنا مش خدامة، ولو الوضع ده استمر أنا همشي ومش هرجع تاني. بص لي بصدمة وقال: ايه الكلام ده يا هبة؟ احنا هنفضل في المشاكل دي على طول؟ مشكلة؟ دي مش مشكلة، ده قهر. أنا مش قادرة أعيش كده، والعيشة اللي بالشكل ده مش عايزاها. ولو شايف إن ده طبيعي وإن مامتك عندها حق، يبقى أنا ماليش مكان هنا. كان واضح إنه اتوتر، ما كانش متخيل إني ممكن أتكلم بالشكل ده، لكنه قال لي بصوت هادي وكأنه بيحاول يطمني: طيب خلاص يا هبة، متتسرعيش، أنا هتكلم مع ماما وهتشوفي كل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. مكنتش واثقة في كلامه، لكن اللي حصل بعدها كان مفاجأة حقيقية. حماتي اتغيرت تماما. في الأيام اللي بعدها بقيت بتتعامل معايا بحنية غريبة، مبقتش تزعقلي ولا تفرض عليا الشغل بالطريقة اللي كانت بتعملها قبل كده. بالعكس، بقت تساعدني في المطبخ وبقت تقولي: دي يا هبة، أنا هكمل إن انت تعبتي. عليه، انت تعبتي الفترة اللي فاتت. حتى فتحي لاحظ وقال لي يوم وهو مبسوط: شفتي اهو، ما بقت كويسة معاكي. كان كل الموضوع محتاج شوية وقت بس. أنا بقى كنت حاسة إن ده غريب، بس مع الوقت والأيام بدأت أصدق إن فعلا حماتي اتغيرت، وإنها يمكن كانت بتمتحن صبري أو حاجة زي كده. وعشان أكون صريحة، كنت مبسوطة بالتغيير ده، حسيت إن حياتي بقت أهدى بكتير. لكن للأسف كانت دي اللحظة اللي وقعت فيها في الفخ. بعد أكتر من أسبوع لما خلاص اطمنت لحماتي وبقيت شايفاها ست طيبة، كانت هي بتجهز لخطوبة عمرها، الليل اللي عمري ما هنساه. الأسبوع اللي فات كان زي الحلم، أول مرة أحس إن البيت هادي وإن حماتي بقت ست طيبة، بقت بتعاملني بحنية وتساعدني في شغل البيت. وحتى لما كنت تعبانة كانت بتقولي: اقعدي يا هبة، أنا هعمل كل حاجة، انت بنتي مش عاوزاكي تتعبي.
الكلام ده كان بيدفيني. كنت حاسة إن خلاص كل اللي فات كان مجرد فترة صعبة وعدت، وإن الأيام الجاية هتكون أحسن. لكن للأسف أنا كنت ساذجة. كنت فاكرة إن الدنيا لما تبتسم لي يبقى خلاص مفيش حاجة وحشة جاية. لكن الليلة دي فهمت إن الطيبة اللي شفتها كانت مجرد من خطأ لمصيبة أنا ما كنتش مستعدة ليها. الليلة اللي عمري ما هنساها، كنت قاعدة في الصالة وحماتي دخلت بكوباية عصير باردة وقالت لي بابتسامة دافية: خدي يا حبيبتي اشربي العصير ده، الجو حر وانتي تعبانة اليوم ده، طول اليوم تشتغل على رجلك. وقعدت تتكلم معايا عن فتحي وعن المصاريف ومش عارفة ايه، وانا هشرب في العصير. فجأة حسيت ان دماغي بتلف، مش عارفة ليه. قلت لها: تسلمي يا ماما، والله انا مش عارفة من غيرك كنت اعمل ايه. بعد ما شربت العصير كله دفعة واحدة كان طعمه عادي منعش، بس بعد اقل من 5 دقايق عينيا بدأت تقفل وتقفل وتقفل، كيسي بقى تقيل ودماغي بتلف. حاولت اقف لكن رجليا مش شايلاني. قبل ما الدنيا تضلم قدامي اخر حاجة شفتها كانت وش حماتي وهي واقفة فوقي وعليها ابتسامة غريبة، ابتسامة انتصار. انا وقعت في الفخ، بس ما كنتش اعرف ان اللي جاي اسوأ بكتير. صحيت على احساس غريب، دماغي تقيلة، جسمي مشلول، وكل حاجة حواليا ضبابية. حسيت اني مش فاهمة انا فين ولا ايه اللي بيحصل. حاولت احرك ايدي بس كأنها مربوطة او مش بتسمع كلامي. وفجأة سمعت صوت حد بيتكلم، صوت حماتي بس كان بعيد، كانت بتوشوش حد. حاولت افتح عينيا كويس والدنيا بدأت توضح معايا شوية بشوية. كان في راجل نايم جنبي على السرير. لحظة، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ مين الشخص ده؟ انا في كابوس ولا دي حقيقة؟ حاولت اصرخ بس صوتي كان مخنوق، جسمي مش قادر يتحرك كويس، بس قلبي كان هينفجر. الخوف اتملك مني. بصيت ناحية الباب ولقيت حماتي واقفة هناك بصلي بابتسامة خبيثة. وقتها كل حاجة اتجمعت في دماغي وفهمت المصيبة اللي أنا فيها. هي حطتني منوم في العصير الساقع اللي هي جابتهولي وحطتهولي بإيدها، وجابت الراجل ده علشان لما فتحي يشوفني يفتكر إن خنته. يا نهار اسود، كان لازم اتحرك، لازم كان لازم اعمل اي حاجة قبل ما الكارثة تحصل. حاولت اقوم بس جسمي كان تقيل، كأن الدم مش بيوصل لأطرافي. سمعت صوت خطوات، كان صوت فتحي داخل البيت. يا ربي، لازم اتصرف، لازم اتصرف قبل ما يشوفني بالشكل ده. سمعت صوت مفاتيح بيترمي على الترابيزة، صوت خطوات فتحي داخل الأوضة. قلبي كان بيدق بسرعة ولسه جسمي تقيل مش قادر يتحرك. كل اللي كنت قادرة عليه إني أبص فتحي، أبص ناحية الباب. واللحظة اللي كنت خايفة منها حصلت. فتحي دخل وشاف المنظر، وقف مكانه، عينيه وسعت ووشه اتلون بألف لون. لحظة سكون قتلة وبعدها انفجر. ايه ده؟ ايه المصيبة دي؟ حاولت اتكلم، حاولت اقول اي حاجة، اصل صوتي كان محنوب، لساني تقيل كأني لسه تحت تأثير المخدر. فتحي قرب بسرعة ناحية السرير، عينيه مولعة بالغضب، وبدأ يهزني بعنف. انت كنت بتعملي ايه هنا؟ مين الراجل ده؟ الراجل اللي كان جنبي بدأ يفوق هو كمان. قام هو عامل نفسه مذهول وقال بصوت متلجلج: انا 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 مش عارف ايه اللي حصل، كنت جاي اصلح حاجة وفجأة لقيت نفسي هنا. تمثيلية حقيرة. بصيت ناحية الباب، لقيت حماتي واقفة وعاملة وش مصدوم وحاطة ايديها على بقها كأنها مش مصدقة، وقالت بصوت كله قهر مصطنع:
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا فضحتي، ده احنا ناس شرف. ازاي تعملي كده يا هبة؟ انت دمرتي بيتك. عيوني مليانة دموع وقلبي منفجر من الظلم. حاولت أصرخ، أحلف، أقول أي حاجة، بس صوتي كان ضعيف، مش طالع زي ما المفروض. كنت بحاول أقوم أمسك فتحي أفهمه، بس إيه ضعيفة، وهو كان خلاص فقد عقله. انتي طالق، طالق يا هبة، طالق، فاهمة؟ طالق بالتلاتة. الدنيا نفت بيا، أنا وقعت في الفخ. انتي طالق يا هبة، طالق بالتلاتة. الكلمات دي دوت في وداني زي الرصاصة. جسمي كله اتجمد ودماغي مش قادر يستوعب ان ده بيحصل. حاولت اتكلم، اصرخ، بس لساني مربوط، دموعي نازلة من غير صوت. انا اتطلقت، انا اتطلقت وانا بريئة. بصيت لفتحي، كنت متعلقة بأي بصيص أمل يمكن يرجع نفسه، يمكن يسمعني. بس مناخه كانت مليانة غضب واشمئزاز. كان شايفني خاينة، وده أكتر شيء وجعني. أما حماتي فكانت واقفة في الخلف، خلف كل التمثيلية دي، وعينيها بتلمع، تلمع بانتصار. قربت مني ببطء وحطت ايديها على صدري وكأنها متأثرة، وقالت بصوت كله تمثيل: كنت زي بنتي، ودي نهايتك. ازاي عملتي كده في نفسك وفي جوزك؟ انا انا كنت عارفة الحقيقة. انا عارفة ان دي كلها مكيدة، وانها خطط لكل حاجة. بس ازاي هثبت ده؟ فتحي شايف كل حاجة بعينه، ومش هيصدق غير اللي شايفه. الراجل اللي جابته كان واقف عامل نفسه مرتبك، وكأن الموقف غامض عليه، كأنه هو كمان كان في نفس المكان معاه، كأنه عمل كده فعلا. لكنه ما اتكلمش، وساب حماتة تكمل تمثيليتها القذرة. قربت من فتحي، مسكت ايده، قالت له: معلش يا ابني، سيبها، دي واحدة كلبة. قربت منه، مسكت ايده رغم ان جسمي كان بيرتعش، وقلت له بصوت يائس: فتحي، اسمعني، اقسم بالله العلي العظيم دي مكيدة. انا ما عملتش حاجة، انا حتى مش عارفة الراجل ده مين. انا كنت نايمة وصحيت لقيت نفسي في الوضع ده. اسمعني بالله عليك. لكنه شد ايده من ايدي وبص لي بعيون مليانة حقد، وقال بصوت مكتوم بالغضب: كفاية كدب، انا شفتك بعيني، عشرتنا انتهت، وانا مش ممكن اعيش مع واحدة زيك. وقتها عرفت ان معركتي خلصت قبل ما تبدأ. انا خسرت كل حاجة. حماتي انتصرت وقدرت تطردني من حياته، تطردني من حياته من الأبد. لكن هي دي النهاية اللي هتفضل الأبد، ولا الأيام محبية لي حق اللي ضاع؟ كل اللي حصل كان ظلم وقهر، لكن هل دي نهايتي، ولا لسه الأيام محبية لي مفاجأة محدش يتوقعها؟ استنى الجزء الجاي، لأن اللي جاي أقوى بكتير جدا. شكرا جدا إنكم وصلتوا للحتة دي في الفيديو، وعشان أكافئكم وعشان نبقى عاملين حاجة ناخد ثواب عليها تكون صدقة جارية، أنا هقول لكم حديث وهنفسره بطريقتي. دلوقتي هفسر لكم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه يا بخيل، بس بطريقة مختلفة، طريقة تحسها وتفهم معناه من غير ما تنساه. تخيل، تخيل إنك في أوضة ضلمة تماما، مش شايف أي حاجة، مش عارف ده فين، ولا حتى أنت واقف فين بالظبط. بتحاول تتحرك لكن رجلك تتعثر، بتقع، بتحس بخوف رهيب وضياع ملوش آخر. عارف ده شبه إيه؟ ده بالظبط حال الظالم يوم القيامة. كل مرة ظلمت فيها حد، سواء بكلمة جرح أو بحق أخدته من حد مش حقك، أو حتى بتجاهل شخص كان محتاج مساعدتك، كل ده بيضيف ظلام فوق ظلام حواليك، لحد ما تلاقي نفسك غرقان في الضلمة، لا شايف طريق ولا عارف تخرج.
ولا حد هينقذك، زي ما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ممكن واحد فينا يقول كلمة عادية خالص ويحس إن هي عادية، بس هي تكون ظلم، وهو مسكين يا عيني مش عارف، في الآخر يبقى يوم القيامة ظلمة بالنسبة له، ودي مصيبة. فلازم نكون عارفين احنا بنقول ايه وبنعمل ايه، ومش أي حد يتقال له أي كلمة. لازم نكون واخدين بالنا وعارفين هل الكلام ده احنا نرضاه عن نفسنا ولا لأ. في حل واحد وهو العدل. كل موقف تختار فيه العدل بدل الظلم، كل مرة تفضي فيها الحق لصاحبه، كل مرة تمنع أذى عن حد، بتولع نور في حياتك، والنور ده هيفضل معاك ينور لك طريقك يوم القيامة، بدل ما تبقى في ظلمات ملهاش آخر. السؤال ليكم: عمرك اتظلمت قبل كده؟ كان إحساسك إيه؟ إيه أول حاجة هتعملها النهاردة عشان تبقى من أهل النور مش من أهل الظلم؟ وكمان عندي سؤال ليكم، سؤال صعب لمحبي المعلومات العامة: إيه هي الدولة اللي اسمها بيبدأ بحرف الألف وبينتهي بحرف الألف وموجودة في قارة أفريقيا؟ اللي هيجاوب على صح اسمه هيكون معايا في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام. صلى على النبي قبل ما تمشوا. على السلامة. قبل ما أبدأ صلوا على النبي، واللي ناسي صلاة يقوم يصليها الأول، لأن اللي هيتحكي دلوقتي مش مجرد قصة، دي صدمة حقيقية. لما تصدم حد افتكر إن الدنيا دوارة، هبة خرجت من دوب جوزها متطلقة مكسورة ومحدش صدقها، بس هل دي النهاية ولا دي مجرد البداية؟ الدنيا لسه محبية ليها حاجات كتير، وحياتها لسه هتاخد منعطف ما كانش في الحسبان. يا ترى هبة هتستسلم ولا هتقوم من تحت الرماد وتثبت للجميع إنها أقوى مما توقعوا؟ جهزوا نفسكم، الجزء ده مليان مفاجآت كتير هتخليكم مشدودين لآخر لحظة. صلوا على النبي ويلا نبدأ. طلعت من بيت جوزي زي المجرمة ودموعي مش بتوقف. الدنيا كانت ضلمة قدامي، مش عارفة رايحة فين ولا هعمل ايه. مفيش في دماغي غير مكان واحد: بيت أهلي. طول الطريق وانا حاسة برجلي بتسحبني سحب، قلبي وجعني ودموعي نازلة، دموعي نازلة كتير غصب عني. كنت حاسة بمرارة، بوجع، بغدر، وأكتر حاجة كانت محطمة قلبي إن فتحي ما صدقنيش ولا حتى اداني فرصة دفاع عن نفسي. وصلت بيت أهلي وما كنتش متخيلة اللي هيحصل هناك. وقفت قدام بيت أهلي، جسمي مبيفتحش، دموعي مش عايزة تقف. دقيت على الباب وأنا قلبي منبوط، مش عارفة هستقبل بإيه. أول ما أمي فتحت لي وشافتني بالحالة دي عيونها اتوسعت وقالت لي بقلق: ايه ده؟ ايه ده يا هبة؟ مالك؟ ايه اللي جابك بالشكل ده؟ ما قدرتش ارد، وقعت في حضنها، فضلت اعيط وهي بتمسح على ظهري مستنياني اتكلم. دخلتني بسرعة، واول ما قعدت سمعت صوت ابويا وهو بيقول بخشونة: ايه اللي حصل؟ فتحي عمل فيكي حاجة؟ مسحت دموعي بسرعة وبدأت احكي كل حاجة، من اول ما حماتي كانت بتذلني في البيت لحد ما بدأت تعاملني كويس عشان تطمني، لغاية الليلة اللي دمرت حياتي فيها بالمكيدة القذرة بتاعتها. كنت بتكلم وانا برتاش، بحكي وانا قلبي محروق، انا مستنية حد منهم يقف جنبي يصدقني، يحس بالقهر اللي انا فيه. لكن بدل ما لقيت عاطف لقيت نظرة استنكار وصمت تقيل. ابويا كان باصص ليا بنظرة مش مرتاح ليها، وامي كانت متضايقة بس مش بتقول حاجة. واخيرا اخويا سندي وظهري واللي ربيته كتير قوي عشان اكبره اتكلم وقال بصوت ناشف: يعني انتي عايزة تقولي ان حماتك عملت كل ده عشان تطلقك؟ ازاي وليه؟ اتصدمت من كلامه،
وقلت بسرعة عشان كانت عايزة تتخلص مني، علشان تفضل مسيطرة على ابنها، علشان شايفاني دخيلة عليهم. أبويا خد نفس طويل وقلبه برود اتني. بصي يا هبة، الكلام ده صعب يتصدق، وانت كنت عايشة في البيت في بيت جوزك، واحنا ما شفناش حاجة بعينينا، فمش هينفع نقف ضدهم ونصدقك انت. حسيت كأن الأرض بتتكسر تحت رجلي. صوتي بقاش قادر يتحرك، وبقيتش قادر أتكلم، بقيتش قادر أخد نفسي. حسيت بدوخ، عليت صوتي بأعلى صوت واتكلمت، وبدون وعي قلت: يعني انتوا مش مصدقيني؟ أنا بتكلم، أنا بنتكم، ازاي مش مصدقيني؟ أمي قربت مني وحاولت تهديني وقالت: يا بنتي، احنا مش بنقول انك كدابة ولا تكدبي، بس انت عايزة الناس كلها تصدق ان حماتك خططت لكل ده عشان تطلقك. ده كلام كبير جدا يا بنتي. وقتها عرفت ان ماليش حد، ماليش اي ظهر، ظهري اتكسر وضاع من زمان. بس انا ما كنتش حاسة، حتى اهلي مش هيصدقوني. حسيت بخنقة، كأن الدنيا كلها ضدي. قمت من مكاني وانا بقول بصوت مكسور ومخنوق: خلاص، 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 انا مش محتاجة حد يصدقني، هعرف اعيش لوحدي. خرجت من بيت اهلي، هبت الباب، وقررت ان دي هتكون البداية، بداية درية. خرجت من بيت اهلي ودموعي مغرقاني. كنت حاسة بوحدة قاتلة، كأني ماليش حد في الدنيا، مفيش بيت ارجع له، ولا حد يصدقني، ولا حتى امل في اني استعيد حياتي اللي انهارت في لحظة. مشيت في الشوارع من غير هدف، ودماغي بتلف. هروح فين؟ وهعمل ايه؟ ازاي هبدأ من جديد؟ وانا ماشية كنت بفكر في كل الخيارات اللي قدامي. كنت عارفة ان لو فضلت هنا حياتي تبقى جحيم. لازم ابعد، اختفي عن عيون الناس، ابدأ من الصفر في مكان جديد، عشان ممكن يحصل لي مشاكل بسبب حماتي، تتكلم عليا بسمعة وحشة، تجيب رجالة يضربوني ولا يخطفوني ولا يعملوا فيه اي حاجة. ما مش صغيرة عليها. دي واحدة دخلت راجل وحطته على السير بتاعي واتهمتني بالخيانة، تقدر تعمل اكتر من كده بكتير. عايزة اروح لمدينة محدش يعرفني فيها، مدينة ادفن فيها الماضي وابني فيها مستقبلي. قررت اسافر، لكن قبل ما اسيب المكان ده للابد كان لازم اتصرف في اي فلوس، اي فلوس تساعدني ابدا من جديد. الحاجه الوحيده اللي كانت معايا وتساوي حاجه هي دهبي. كنت بلبس مغاوش وحاجات، وكنت مستحيل افرط فيها. كتير فتحي قال لي يلا نبيعها عشان مزنوقه كده، وانا ما كنتش برضه ابدا ابدا ارضى ابيعها. والحمد لله انا ما بعتهاش، عشان جه اليوم اللي فعلا احتجت ليها. بعت دهبي كله، وفلوسه اشتريت تذكرة سفر لمدينة جديدة بعيد عن كل الذكريات المؤلمة. وأنا على القطر كنت ببص من الشباك والدموع نازلة من غير صوت. دي آخر مرة أشوف فيها المكان ده، آخر مرة أبقى هبة اللي كانت متجوزة فتحي. من النهاردة هبة جديدة، هبة جديدة تتولد، واحدة ملهاش ماضي، واحدة قوية، واحدة هتعرف تعيش حتى لو الدنيا كلها وقفت ضدها. وأول خطوة في حياتي الجديدة إني هتنقب وهبدأ من الصفر. وصلت المدينة الجديدة وأنا حاسة بخليط غريب من الخوف والراحة. كنت ببدأ حياة جديدة بعيد عن كل اللي ظلمني، بس في نفس الوقت ما كنتش عارفة أعيش إزاي. أول حاجة عملتها كان اشتريت نقاب ولبسته، وأنا ببص لنفسي في المراية حسيت إن حد جديد، حد مخفي عن العيون، حد مش مطلوب مني أفسر وجوده لأي حد. كنت محتاجة الحماية دي، محتاجة أختفي وسط الناس عشان أبدأ من غير ما حد يعرفني. أول مشكلة قابلتني السكن. كنت شايلة معايا فلوس من الدهب اللي بعته، بس مش هينفع أصرفها كلها، مش هينفع أصرفها كلها مرة واحدة وأعيش من غير أي أكل وأي شرب، وأنا لحد دلوقتي ما عنديش شغل. فكنت محتاجة مكان بسيط ورخيص ومحدش سألني فيه أسئلة كتير. لفيت كتير لحد ما لقيت بيت صغير على أطراف المدينة، بيت قديم بس نضيف، والإيجار بتاعه بسيط. صاحبته كانت ست كبيرة، سألتني: انت جاية منين يا بنتي؟ وش غريبة عن البلد. رديت بهدوء
وأنا منزل عيني للأرض. أنا أرملة، وجيت هنا عشان أبدأ من جديد بعيد عن أي حد يعرفني. بصت بتأمل، وبعد لحظة سكوت قالت: ربنا يعوضك يا بنتي، البيت تحت أمرك، بس أهم حاجة تبقي ست محترمة، مفيش حال رجالة تدخل ولا رجالة تطلع. قلت لها: طبعا. انت بتقولي ايه يا ماما؟ انا مش كده خالص، وبكره تعرفيني. واخيرا بقى عندي مكان انام فيه. لكن كان لسه في مشكله تانية: الشغل. بقى عندي مكان انام فيه، بس كنت لسه محتاجه اهم حاجه، وهي الشغل. الفلوس اللي كانت معايا هتكفيني لفتره، بس بعد كده لازم اشتغل عشان اقدر اعيش من غير ما احتاج لحد. بس ازاي؟ انا ولا معايا شهاده ولا عندي خبره في اي حاجه، وحتى شكلي بالنقاب كان بيخلي ناس كتير تبصي بحذر. لفيت في المدينه ادور على اي شغل، سألت في محلات، في بيوت، حتى في مطاعم، بس أغلب الأماكن كانوا يا إما مش بيقبلوا منقبات، أو مش عايزين حد، أو واحدة غريبة عن البلد. كنت خلاص هفقد الأمل، لحد ما في يوم وأنا ماشية جنب سوق شعبي سمعت ست كبيرة بتنادي: مين يساعدني هنا؟ الشغل كتير ومحتاج حد بإيدين ناشفة. بصيت ناحيتها، كانت ست طيبة، شكلها بسيط، بتبيع حلويات بيتي على عربية صغيرة. قربت منها وقلت بحذر: أنا ممكن أساعدك لو ينفع يعني. بصت لي من فوق لتحت وقالت: انت بتعرفي تعملي حلويات؟ ايوه، كنت بعملها في البيت قبل كده يعني. ابتسمت وقالت: طب يلا وريني شطارتك. ومن هنا بدأت أول خطوة في شغل الجديد. كنت متحمسة قوي. أنا هبة بائعة الحلويات. بدأت أشتغل مع الحاج أم حسن، الست الطيبة اللي ادتني أول فرصة أقف على رجلي فيها. كنت بصحى من الفجر أساعدها في تحضير حلويات، وبعدها ننزل السوق نبيعها. الشغل كان متعب بصراحة، بس كنت حاسة براحة غريبة، كأني أخيرا لقيت نفسي بعيد عن الظلم والقهر اللي كنت فيه. الناس بدأوا يحبوني. في الأول كانوا بيتعاملوا معايا بحذر، منتقبة وغريبة عن البلد، بس مع الوقت بدأ يقعدوا عليا. أم حسن كانت دايما تندهلي قدامهم: البنت دي ايديها تتلف في حرير، بتساعدني كأنها بنتي. كنت بحاول أتعامل بطيب أخلاق وأكون كويسة، وده خلى ناس كتير يثقوا فيا. حتى الزباين كانوا بيحبوا الحلويات اللي بعملها، وده خلى أم حسن تعتمد عليا أكتر في الشغل. بقى عندي فلوس. بعد شهور من الشغل كنت جمعت مبلغ محترم، وبدأت أفكر في خطوة جديدة: أشتري بيت صغير يكون ملكي أنا، وأبدأ حياتي من جديد. لفيت في الأماكن الرخيصة ولقيت بيت صغير في حارة هادية. كان قديم ومحتاج تصليحات، بس كنت حاسة إن المكان اللي هبدأ فيه منه حياتي الجديدة. وأخيرا بقى عندي بيت. اليوم اللي استلمت فيه البيت قعدت في نصه ومسحت دموعي، وأنا بقول لنفسي: هبة، اللي كانوا عايزين يدمروها رجعت ووقفت على رجليها تاني. وأخيرا بقى عندي بيت صغير ملكي. حسيت لأول مرة من شهور إني في أمان. مفيش حد هيظلمني، مفيش حد هيطردني، مفيش حد هيتهمني ظلم. بس رغم الفرحة كان في حاجة جوايا بتوجعني. وجعي لسه موجود، وذكرياتي لسه بتطاردني. هل فعلا هقدر أنسى؟ هل فعلا دي بداية جديدة؟ كنت بحاول أدفن الماضي، أعيش حياتي وأشتغل وأبني مستقبلي. بس في بعض الليالي كنت بصحى على كوابيس، على صوت فتحي وهو بيقولي: انتي طالب، طالب، طالب. على ضحكة حماتي المنتصرة، على إحساس الغدر اللي خسرني. لكني كنت مصممة مش هرجع ضعيفة تاني. بدأت أفرش بيتي، حاجة بسيطة على قدي. وكنت كل يوم برجع من الشغل تعبانة، بس قلبي مرتاح، لأني بنيت حاجة بإيدي، مش بفضل حد ولا بشفقة من حد. لحد ما حصل شيء اللي بحياتي كله. وأنا قاعدة قدام البيت بريح بعد يوم شغل طويل، سمعت صوت حد بينادي في السوق القريب:
يا جماعة، حد شاف الست اللي كانت متجوزة فتحي؟ الناس بتقول إنها هنا. قلبي وقع في رجلي، الماضي رجع يطاردني. هو فتحي بيدور عليا ولا ايه؟ هما يقتلوني؟ خفت. لما سمعت الصوت في السوق حسيت بيجي تتشل. قلبي بيدق بسرعة وعرق بارد نزل على جبهتي. مين اللي بيدور عليا؟ هو فتحي؟ هو حد من أهلي؟ طب هي حماتي بقت ورايا حد؟ مفيش وقت للتفكير، لازم اتصرف، لازم اهرب. قمت بسرعة ودخلت بيتي، قفلت الباب من المفتاح ووقفت اسمع من الشباك الصوت كان بعيد بس واضح ان في حد فعلا بيسأل عني. كنت عايزة الم هدومي بس مش عارفة ايه انا هعمل دلوقتي. اهرب، اواجه، استخبى؟ بعد لحظات من التفكير قررت حاجة واحدة: مش هسمح لحد ياخد مني الحياة اللي بنيتها من جديد. تاني يوم لبست النقاب كويس ونزلت السوق كأني مفيش أي حاجة حصلت، عارفة اللي بيدور عليا ممكن يكون لسه هنا. وأنا ماشية لمحت من بعيد راجل واقف مع واحدة من السوق، بيسأل بصوت واضح: أكيد ما شفتيش ست غريبة هنا؟ كان متجوزة واحد اسمه فتحي. الراجل اللي في السوق هز راسه وقال: احنا هنا عندنا ناس كتير ومحدش يعرف حد، بس انت مين وبتدور عليها ليه؟ قلبي كان هيقف. الراجل اللي بيدور عليها أخد نفس وقال: أنا أخوها، أنا الوحيد اللي مصدقها وجاي أشوفها. مصدقني؟ مصدقني بعد إيه؟ ده أنت اللي طردتني، ده أنت اللي كنتش مصدقني. كان اللي حصل؟ اتصدمت. أخويا اللي ما كانش مصدقني وجاي عليا؟ إيه اللي غيره؟ وليه بيدور عليا دلوقتي؟ أخويا؟ أخويا هو اللي بيدور عليا؟ الكلام لف وقعد يتكلم كتير عني. دماغي لفة بسرعة، مش قادرة استوعب. ازاي وليه؟ هو مصدقني ازاي فجأة كده؟ وقفت في مكاني مش عارفة اتحرك. قلبي بيدق بسرعة، عينيا واسعة من الصدمة. كان ممكن اهرب، كان ممكن استخبى، بس فضولي غلبني. لازم اعرف هو جاي يقولي ايه. استجمعت شجاعتي وقررت اواجه. مشيت ناحيته بخطوات بطيئة وانا عارفة نفسي واحدة غريبة. ولما قربت قلت بصوت هادي بس غيرت صوتي عشان ما يعرفنيش: بتدور عليها ليه؟ عايز مين يا حاج؟ اخويا لف ناحيتي وعينيه كانت تعبانة، ملامحه مش زي ما انا فاكرة، فيها حاجة مكسورة جواها. بدور على اختي هبة. سكت لحظة وبعدين كملت: انت اخوها؟ بصلي كأنه شاكك في حاجة وقال: ايوه، وانا عارف انها هنا. انت تعرفيها؟ هنا قلبي اتشد. هل اقول له وانا هبة ولا اسمع منه الاول؟ قررت اسمع الاول وسألته: وانت ليه بتدور عليها؟ مش كنتوا مش مصدقينها؟ سألني: عرفت ازاي؟ ردت عليه وقلت له: ايه صاحبتي وحكت لي، بس مش هقدر اقولها مكانها، فلما تقولي السبب. اتنهد بوجع وقال: احنا غلطنا في حقها وقاعدين نصلح اللي حصل. اللي عملته حماتها اتكشف وفتحي عرف الحقيقة، بس فات الأوان. وسكته وسكت لحظة وبعدين قصد بصوت غضب: انت لسه دلوقتي جاي تفتكرني؟ جاي تفتكرني يا فتحي؟ قال لي: امي تعبانة وعايز اشوفك قبل ما تموت. هنا الدنيا لفت بيا. امي تعبانة وعايزة تشوفني قبل ما اموت؟ الكلمة دي خبطت في قلبي خبطة وجعتني. امي، الست اللي مصدقتنيش، اللي زقتني في النار وما حمتنيش، دلوقتي بتدور عليا بعد ما اتبهدلت واتشردت واتطردت واضطريت اهرب بعيد. ليه؟ ليه دلوقتي؟ بصيت لاخويا ببرود وانا قلبي بيتصارع بين الغضب والحنين. سألته سألته بهدوء: انتوا افتكرتوني دلوقتي بس؟ لما ملقتونيش؟ لما حسيتوا بتأنيب ضمير؟ ليه ما صدقتنيش من الأول؟ ليه؟ أنا أختك اللي ربيتك. ليه طردتني؟ ليه كلمتني وحش بالطريقة دي؟ ليه عملتني كده؟ ليه كسرتني؟
ما قدرش يرد، نظر لي بنظرة مكسورة وقال لي: هبة، احنا غلطنا، بس والله العظيم ما كناش عارفين الحقيقة. فتحي عرف كل حاجة، وعرف ان مامته هي اللي عملت المكيدة دي عشان تخرب بيتك. الست دي بنفسها اعترفت لما اتزنقت، وفتحي حلف انه كان موفق وعايز يصلح غلطته، بس سكته وقلت له بس. قال لي: ثواني ثواني يا هبة، كمل بصوت واطي. بس بعد ما كل حاجة اتكشفت كنت انت اختفيتي، محدش عارف لك طريق. انا فضلت ادور عليكي لحد ما سمعت الناس بتقول ان في ست غريبة ومتنقبة تشتغل في السوق هنا. قلت يمكن تكون انتي. كلامه كان زي السكاكين بيتغرس في قلبي. فتحي عرف الحقيقة. تخيلي لو كان صدقني من الأول، كنت هبقى فين دلوقتي؟ كان زماني لسه في بيتي وسط أهلي، مش متشردة ببلاد الله، لوحدي. وحماتي اعترفت بعد إيه؟ بعد ما دمرت حياتي، بعد ما خلتني أبقى تايهة خايفة ببدأ من تحت الصفر. وأمي قاعدة تشوفني قبل ما تموت، مش بعد ما لمتني ما صدقتنيش، بعد ما سابتني للظلم. بس رغم كل ده قلبي وجعني، وحسيت إن ده كان لمصلحتي. أنا بدأت شغل جديد وجبت بيت لنفسي، ولسه هكمل وأحقق حلمي إن شاء الله. ماما حصل برضه، دي أمي، وأنا عمري ما اتخليت عنها في يوم من الأيام، ولا تخيلت إنها ممكن تموت وأنا مش جنبها. فضلت ساكتة لحظات وهي مستنيني أتكلم، وأخيرا قلت بصوت هادي: هي فين أمي؟ هي فين ماما دلوقتي؟ لما سألت السؤال ده حسيت بأخويا بياخد نفس عميق، كأنه مش مصدق إني ممكن أهرب أشوفها. وقال بصوت هادي: في المستشفى، حالتها بقت صعبة أوي، الدكتور بيقول إن أيامها معدودة، طول الوقت بتتكلم عنك وبتقول اسمك وبتقول عايزة تشوفك قبل ما تموت. قلبي اتقبض. مهما حصل، دي أمي، الست اللي ربتني، اللي كنت بحبها، حتى لو غزلتني، حتى لو خذلتني وسابتني فريسة لظلم الناس. ما كنتش متخيلة إني ممكن أرجع لها، وإنها ممكن تسيبني وتسيب الدنيا كلها من غير ما أشوفها آخر مرة. قررت أروح، مش عشان أرجع لحياتي القديمة، لكن عشان أطمن عليها، أشوفها قبل ما تمشي من الدنيا. لحظة المواجهة دخلت أوضة المستشفى وقلبي بدق بعنف. شفت أمي نايمة على السرير، ملامحها مرهقة، وشها شاحب، وعينيها بتدور في المكان، لحد ما وقعت عليا. لما شافتني دموعها نزلت ومدت ايديها بصعوبة، وقالت بصوت واهن: هبة، سامحيني يا بنتي، ظلمت. هنا حسيت ان كل الوجع اللي جوايا انفجر مرة واحدة. قربت منها ومسكت ايدها وانا حاسة بوصلة في حلقي، وقلت بصوت محنوق: ليه يا امي؟ ليه ما صدقتنيش؟ ليه سبتيني لوحدي؟ بكت اكتر وقالت: كنت غبية، كنت فاكرة ان الراجل دايما عنده حق، وان الست لازم تستحمل. بس لما عرفت الحقيقة، عرفت اني دمرت بنتي بايدي. سامحيني يا بنتي، سامحيني قبل ما اموت. حسيت اني مش قادرة اكرهها. امي مش وحشة، لكن افكارها القديمة هي اللي خلتها تتعامل معايا بالشكل ده. حضنتها ودموعي نزلت وقلت: مسامحاكي يا امي، ربنا يسامحنا كلنا. فضلت جنبها يومين لحد ما سلمت روحها بسلام، وانا ماسكة ايديها بكيت، بكيت عليها من قلبي، مش بس لانها امي، لكن كمان لانها ماتت وهي ندمانة. بعد ما دفناها اخويا قرب مني وقال: هبة، احنا ولدنا في حقك، وبيتنا مفتوح عليكي لو عايزة ترجعي لحياتك القديمة. بصيت له برغم تصميم وقلت بحزم: شكرا، بس حياتي القديمة انتهت. أنا بنيت حياة جديدة وبيتي في مكان تاني، ومش هرجع تاني للناس اللي ظلموني. سلمت عليه ومشيت وأنا حاسة إني سبت الماضي ورايا، بدون ندم، بدون خوف، بس براحة عجيبة. رجعت لبيتي، فتحت بابه وأخدت نفس عميق. أنا رجعت، رجعت المكان الحقيقي
المكان اللي اخترته بنفسي. وتاني يوم لبست هدومي ونزلت السوق. هدوم حسن، الست اللي احتوتني من غير أسئلة، من غير ظلم. ووقفت جنبي، وقفت جنبها في العربية وأنا مبتسمة، جاهزة أبدأ يوم جديد. الحياة بدأت تستقر. رجعت لشغلي مع الحاجة أم حسن، وكل يوم كنت بحس إن الحياة بتاخدني في طريق جديد، طريق أنا اخترته بنفسي، بعيد عن الظلم والوجع اللي شفته. كنت بشتغل بكل طاقتي، مش بس عشان أعيش، لكن عشان أحس إني بقيت حاجة لنفسي، حاجة محدش يقدر ياخدها مني. وفعلا تعبي بدأ يجيب نتيجة. مع الوقت شغلنا كبر وبقينا معروفين في السوق. الزباين بقت تيجي مخصوص تشتري من الحلويات بتاعتنا اللي بعملها. وأم حسن كانت فخورة بيا جدا. وفي يوم واحنا قاعدين بعد الشغل بصت ليا وقالت لي: هبة، انتي مش مجرد مساعدة على فكرة، انتي بنتي وانت شاطرة جدا. ايه رأيك نفتح محل صغير بدل العربية دي؟ كانت فكرة مجنونة، بس ليه لأ؟ بدأنا نوفر في الفلوس وندور على محل مناسب. وبعد شهور من الشغل والتعب قدرنا نفتح محل صغير باسم، طبعا مش هقول لكم عليه لأن ده حاجة خصوصية بيا. الشغل كان ماشي حلو جدا، وفضي تعبنا وإصرارنا المحل كبر، وبقينا نبيع في مناطق تانية لحد ما فتحنا فرع تاني، وبعد فرع تالت. وبعد 5 سنين بقى عندنا شركة حلويات كبيرة، وأنا بقيت شريكة ناجحة، ست عندها كيانها وحياتها اللي اختارتها بنفسها. هبة الجديدة يعني مفيش حد يقدر يكسرها. في يوم وأنا واقفة قدام المحل ببص للناس اللي داخلة وخارجة، حسيت بفخر رهيب. أنا اللي كنت مضطهدة، مطلقة، مكسورة، بقيت ست ناجحة قوية محدش يقدر يدمرها. بصيت للسما واتنهدت وقلت لنفسي: الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله ان انا انتصرت. القصة دي مش بس عن هنا، القصة دي عن اي حد اتظلم واتساب لوحده وحس ان انتهى، لكن الحقيقة ان محدش بينتهي الا لو هو استسلم. هبة قررت تبدأ من جديد، تبني نفسها بنفسها، وتثبت لكل اللي ظلموها إنها أقوى منهم بكتير. فاكرين الجملة اللي قالتها في الأول؟ تخيلوا تصحوا في يوم تلاقوا حياتكم كلها اتدمرت. الفرق الفرق بين اللي بيكمل واللي بينتهي هو القرار اللي بياخده وقتها. وانتوا لو كنتم مكان هبة كنتوا تختاروا ايه؟ ردوا عليا في التعليقات وقولوا لي، وانا متحمسة اشوف تعليقاتكم واحد واحد. ودلوقتي هنفسر حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس بطريقة مختلفة، طريقة تحسها وتفهم معناها من غير ما تنساه. تخيل إنك طفل صغير تايه في مكان كبير، مش عارف ترجع لأهلك، خايف، ضايع، والدنيا كبيرة عليك. فجأة وسط كل الناس دي تسمع صوت أمك بتناديك، بتجري عليك وتحضنك كأنها أخيرا رجعت روحها. تحس بأمان وكل خوفك يروح في لحظة. تخيل بقى إن رحمة ربنا بيك أكبر بكتير من رحمة الأم اللي حضرت طفلها المفقود. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه ولدها. عن عمر رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. مهما غلطت، مهما كنت بعيد عن باب ربنا دايما مفتوح مستنيك ترجع له. ممكن الناس تحكم عليك، لكن ربنا عدل ورحيم، بيحاسب بالحق، لكن رحمته أوسع من أي حاجة وتقدر تتخيلها. السؤال ليكم: عمرك حسيت إنك غلطت لدرجة إنك افتكرت إن ربنا مش هيغفر لك؟ لو حد في يقظة أمن في رحمة ربنا تقولوا إيه عشان يطمن؟ وكمان عندي سؤال ليكم صعب لو حب المعلومات العامة: إيه هو اسم النبي
اللي كان أبوه كافر وابنه كافر، لكن هو كان مؤمن. اللي هيجاوب عليه بس يكون صح اسمه هيكون معايا في الفيديو الجاي. ومع السلامة، صلوا على النبي، بحبكم كتير.